السلام عليكم شباب، ربي يوفقكم. سبب انقطاع البيض او نقص البيض. اخوان، هذا الفيديو سمعه راح تستفاد من عنده. شنو اسباب نقص البيض وشلون يصير نقص البيض عند الدجاج؟ شوف حبيبي، اول نقطه راح اعطيك اياها. اول نقطه، الماي مال الدجاج لازم يوميا يتبدل، لان بس تصير بكتيريا بي او طفيليات، هاي خلص صار عندك نقص بالبيض. هاي وحده. وثاني وحده واللي هي اهم هماتين، تكون نظافة المكان. نظافة المكان بشي دوري، دائما انظف المكان. يعني واحد يقول لي هسه مكانك وسخ، يقول له لا انا مكاني مو وسخ، هذا كله عودان مال جد، ترى عودان مال جد مخلي مكان نظيف، يعني ما بيجلكم الله فضلات هواي. النقطة الثالثة، كثرة القطيع بمكان صغير، يعني مخليهم مكان انا ضيق صغيروني، فهذا راح يسوي نقصان بالبيض. بعد رابع نقطة، كثرة الديوكة ويا الدجاج. يعني أنا مخلي لي 10 دجاجات كمثال ومخلي وياهم 3 ديوكة، هذا راح يصير عندي نقصان بالبيض، لأن الدجاج هنا راح يصير بحالة إزعاج، بحالة هستيريا، فما راح ينتج لي بيض صحيح. هاي النقطة الرابعة قلناها. النقطة الخامسة هماتين واللي هي أهم، أخوان دائما اهتم بعليقة الدجاج، يكون علف الدجاج علف صحيح وغير قابل للدسم او للنشويات يعني الزايده. دائما يكون علف مرتب، وانطي العلف باوقاته الصحيحه. يعني شلون؟ كمثال الدجاج البياض يوميا ياكل 100 غرام علف. هذن الخطوات اخوان اللي هن اهمهن. الدجاج اذا انصاب بكوكسيديا او نوع من الفطريات او نوع من الطفيليات، اول نقطه راح تصير عنده هي قله البيض. احنا مرات ما ندري قطيعنا مصيوب او اكو جناه يعطي اكل ويطلع قبل، فهاي العامل راح ياثر عليك بنقصان البيض. اما زياده البيض ان شاء الله الفيديو ما يسمح، راح اسوي لكم اياه فيديو ثاني، وطرق هماتين زياده البيض عند الدجاج. وان شاء الله بدايه موسم خير على الجميع يا رب العالمين. وتحياتي لكم شباب، ربي يوفقكم.